ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. أنا بتعالج في مستشفى 57 وبحبها عشان فيها لعب وفيها تلوين. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مش هبقى. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلاص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش. ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 27: طبيعة الكائنات المجردة. The nature of abstract entities. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? He saw the world in ways that no one could imagine. تخيل إنك طالب جديد في واحدة من أكبر الجامعات في العالم. حصلت على منحة دراسية في الرياضيات، مجال تفوقك. النهاردة أول يوم ليك في الجامعة. هتقابل مجموعة من طلبة الرياضيات والعلوم اللي زيك هيبدأوا دراستهم في نفس الجامعة. كمان هتقابل شريكك في الأوضة تشارلز اللي بيدرس آداب في نفس الجامعة. بتحاول تثبت نفسك وقدراتك بسرعة، محطوط تحت ضغط كبير لأنك مش عاوز تنشر أي أبحاث تقليدية أو منقولة، عاوز تنشر بحث جديد وفريد من نوعه. مارتن أحد طلبة المنحة المنافسين ليك دايما ما بيسخر من قدراتك وطباعك الغريبة. طورت لعبة استراتيجية اسمها هيكس بتعتمد على نظرية الألعاب. اللعبة انتشرت بسرعة بين زمايلك في الجامعة. مارتن هيتحداك في يوم قدام زمايلكو إنك تلعب معاه هيكس. هتبتسم بسخرية لأنك عارف إنك مصمم اللعبة وخبير بكل أنماطها. هتبدأ تلعب مع مارتن اللي هيسألك عن بحثك، وإن كان في تقدم في الفكرة الفريدة اللي بتحاول تطورها. هيشككك في قدراتك، وإن كنت فعلا قادر على إنك تنشر بحث رياضي فريد من نوعه. هتتوتر وتفقد تركيزك للحظات، فتخسر اللعبة، ومارتن يضحك بسخرية قدام كل زمايلكم. Nash is gonna stun us all with his genius. Which is another way of saying he doesn't have the nerve to compete. You scared? Terrified, mortified, petrified, stupefied by you. No starch, pressed and folded. Let me ask you something, John. Be my guest, Martin. Ender and Saul here correctly completed Allen's proof of Perot's conjecture. Adequate work without innovation. Oh, I'm flattered. You flattered? Flattered. And I've got 2 weapons briefs under security review by the DOD. Derivative drivel. But Nash achievements,
0. I'm a patient man, Martin. Is there an actual question coming? What if you never come up with your original idea? Huh? How will it feel when I'm chosen for Wheeler and you're not? What if you lose? There it is. You should not have won. I had the first move. My play was perfect. The hubris of the defeated. The game is flawed. Gentlemen, the great John Nash. في يوم هتكون بتشتغل على البحث بتاعك في بار في الوقت اللي هينضم ليك باقي زمايلك. هيشوفوا مجموعة من البنات في البار، فهيبدأوا يناقشوا ايه هي أفضل طريقة يقدروا يكلموا بيها البنات. واحد منهم هيقول عبارة الاقتصادي الأمريكي الشهير آدم سميث: كل رجل لمصلحته. في الوقت اللي هتجيلك الفكرة العبقرية إن التعاون أفضل وسيلة ليكوا إنكوا تتكلموا مع البنات. هتقول إن صحيح كل راجل لمصلحته، لكنه كمان لمصلحة الجماعة. هتسيب البار وإنت سعيد بالفكرة الجديدة اللي اتولدت حالا. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Yep, here we go. Careful, careful. Thank you. هتنشر بحث عن مبدأ جديد لديناميكية الحكم اللي هيكون السبب في إنك تحصل على الدكتوراه وتتعين مدرس في جامعة MIT العريقة. بعد سنين من شهرتك وسمعتك كأحد أفضل الرياضيين المعاصرين، هتجيلك دعوة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بيطلبوا منك فيها إنك تساعدهم في فك شفرة أكواد رصدوها في مجموعة من الاتصالات من الاتحاد السوفيتي. هتبدأ تبص على الأرقام اللي قدامك على الشاشة، بتشوف تراكيب وأنماط فيها محدش غيرك قادر على رؤيتها. بتشوف الأرقام بتحكي قصة، بتحمل معلومة، بتكلمك، بتوصل لك رسالة. كائنات فيها نبض وحياة، انت الوحيد اللي قادر على التفاعل معاها. قدام دهشة وذهول قادة الجيش والرياضيين التانيين، هتفك شفرة الأكواد اللي قدامك في عقلك من غير أي حسابات على الورق أو على الأجهزة، وهترشدهم على مكان الضربة الجاية للاتحاد السوفيتي. We've been intercepting radio transmissions from Moscow. Computer can't detect a pattern, but I'm sure it's code. Why is that, General? Ever just know something, Dr. Nash? Constantly. We've developed several ciphers. If you'd like to review our preliminary data. Doctor? 6737 0316 39 42314 هتمل من وظيفتك كمدرس في الجامعة، مش هتشوف أي نوع من التحدي في شغلك،
هتتشجع لما يتصل بيك شخص تاني اسمه بارشر من البنتاجون ويطلب منك إنك تساعده في مهمة جديدة. عاوزك تتبع الأنماط الخفية في الصحف والجرايد عشان تدور على أي رسائل أو معلومات ممكن يكون الاتحاد السوفيتي بيبعتها لعملائه في أمريكا. التحدي صعب ومحتاج وقت ومجهود كبير، لكنك هتقبله لما بارشر هيقولك السبب إنهم عرضوا عليك الوظيفة السرية دي إنك أفضل كاسر للأكواد وكاشف للأنماط في العالم كله. New Freedom communicates to its agents through codes embedded in newspapers and magazines. And that's where you come in. You see, John, what distinguishes you is that you are, quite simply, the best natural code breaker I have ever seen. هتنغمس في جمع الجرائد والمجلات والبحث عن الأنماط فيها. بتبعت رسائلك بانتظام في صندوق بريد طلب منك بارشر إنك تحط فيه الاكتشافات بتاعتك، لكنك هتشعر إن في حد مراقبك وإنت بتبعت رسائلك. في نفس الوقت ما زلت بتدرس في الجامعة علشان تداري على عملك السري مع البنتاجون. هتقابل طالبة ذكية عندك في الفصل، هتثير اهتمامك وعواطفك، هتقع في حبها بسرعة وتتجوزها. في يوم خلال توصيلك لأحد الرسائل الجديدة هتشوف بارشر عند صندوق البريد مستنيك، لكن قبل ما توصله هتبدأ عملية إطلاق نار بينه وبين مجموعة من العملاء الروس. هتخاف على حياتك بعد ما تشوف المعركة الدامية اللي كانت بين بارشر وبين الروس. هتطلب إنك تستقيل من المهمة، لكن بارشر هيجبرك إنك تكمل. في أحد المحاضرات هتشوف العملاء الروس بيتابعوك بعد المحاضرة. الرعب هيسيطر عليك وهتحاول تهرب، لكن واحد منهم هيعترض طريقك. هتضربه بعنف قبل ما تجري، لكنهم هيقبضوا عليك ويحطوك في مستشفى للأمراض العقلية الروس بيسيطروا عليها. رئيس المصحة العقلية هيطلب مراتك ويقول لها إنك مريض بشيزوفرينيا، وإن صديقك في الأوضة أيام الجامعة تشارلز وبارشر عميل البنتاجون شخصيات خيالية ملهاش وجود إلا في خيالك. مراتك هتبدأ في البحث في أوراقك لحد ما هتلاقي رسائل من اللي انت كنت بتبعتها لبارشر. هتواجهك بالحقيقة الصعبة إن كل ده مجرد خيال من صنعك. هتخضع لجلسات من العلاج المكثف في المصحة. هتخرج من المصحة وتبدأ رحلة من العلاج باستخدام الأدوية، لكنك تعبت وزهقت من الآثار الجانبية للأدوية، فهتبطل تاخدها في السر من غير ما تقول لمراتك. فهيبدأ يظهر لك بارشر مرة تانية. في يوم مراتك هتسيب معاك ابنك الصغير لحد ما تخلص شغل البيت، لكنها بالصدفة هتكتشف آلاف من الجرايد والمجلات في مخزن البيت وأوراقك اللي انت مخطط عليها أنماط ورسائل محضرها عشان تبعتها لبارشر. هتعرف انك بطلت تاخد الدواء وان الحالة رجعت لك تاني. هتجري بسرعة عشان تنقذ الطفل منك. هتنقذ الطفل قبل ما يغرق في البانيو لانك كنت مشغول بالكلام مع بارشر الوهمي. مراتك هتحاول تهرب من البيت، هتترجاها انها تستنى معاك لانك محتاجها. في واحدة من محادثاتك مع تشارلز صديقك هتكتشف انه لسه شاب ما ظهرش عليه آثار الزمن، بالرغم من انك انت نفسك بدأت تتعجز. ساعتها بس هتصدق انك مريض وان الشخصيات دي كلها من صنع خيالك. هترجع تاخد الدواء تاني على امل انه يساعدك، لكن شخصياتك الوهمية ما زالت بتظهر. هتتجنبهم وتتظاهر ان ملهمش اي وجود، بالرغم انك شايفهم قدامك من لحم ودم بيكلموك ويتفاعلوا معاك، لانك عارف ان ملهمش اي وجود غير في خيالك انت بس. هتمر السنين وترشحك الجامعة لجائزة نوبل في الاقتصاد نتيجة لأبحاثك الثورية في الرياضيات ونظرية الألعاب. هتلقي خطابك قدام الحضور قبل ما تتسلم جائزة نوبل. هتقول: أنا اعتقدت طوال حياتي في الأرقام، المعادلات والمنطق اللي بيقود للعقلانية، لكن بعد عمر كامل من البحث برجع واسأل نفسي: إيه هو المنطق الحقيقي؟ ومين اللي بيحدد العقلانية؟ بحثي قادني خلال الطبيعة، ما وراء الطبيعة والخيال، ورجعني مرة تانية للطبيعة. واكتشفت خلال رحلتي أعظم اكتشاف في حياتي العملية والعلمية. في معادلات الحب الغامضة، المنطق والعقل كامن. أنا هنا النهاردة بسبب مراتي، بيها أنا كل حاجة، وهي كل المنطق والعقل في حياتي. هتنفجر القاعة بالتسقيف، لكن قبل ما تسيب القاعة انت ومراتك هتشوف تشارلي وبارشر وسط الحضور. I've always believed in numbers.
and the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you. الفلاسفة عادة ما بيستخدموا طريقتين أساسيتين لما بيحاولوا يوضحوا الفرق ما بين الموجود المجرد abstract entity والموجود المادي concrete entity. الأولى إن الكائنات المجردة بتفتقد لمواصفات معينة، يعني على سبيل المثال الكائنات المادية ليها خواص من الممكن ملاحظتها زي الشكل shape، الحجم size، اللون color، والرائحة smell. إنما الموجودات المجردة زي الأرقام مثلا يبدو إنها بتفتقد للخواص دي، بالإضافة لأن الكائنات المادية ليها خواص مكانية spatial properties، أما الكائنات المجردة ما بتحتلش مكان أو مساحة في الفضاء الكوني، وعادة ما بنفكر فيها على إنها كائنات متجاوزة للحدود الزمانية والمكانية transcendental، وبتتواجد خارج حدود الزمان والمكان. وأخيراً إحنا عادة ما بنشوف إن الكائنات المادية ليها تأثير سببي causal influence على الأشياء المحيطة بيها، في حين إن الكائنات المجردة بتفتقد للتأثير السببي ده. يعني مثلاً أنت ممكن تضرب الحيطة اللي جنبك دلوقتي بإيدك، وغالباً ما هتحس بألم نتيجة الضربة دي، لكنك مش هتقدر تضرب الرقم 3 بإيديك. الطريقة دي في تصنيف الكائنات المجردة والمادية طريقة مناسبة في كتير من الحالات الواضحة، لكن المشكلة إن الخواص اللي اتكلمنا عنها دي مش كفاية sufficient ولا ضرورية necessary لإثبات مادية الشيء. يعني على سبيل المثال، هل الإلكترونات ليها شكل؟ طبعا لا. هل اللون الأحمر له شكل؟ برضو لا. هل الإلكترونات ليها لون؟ برضو لا. هل الإلكترونات بتحتل مساحة مكانية؟ المرة دي أيوة. وهل الإلكترونات ليها تأثير سببي؟ برضو أيوة. هل اللون الأحمر له لون؟ أيوة. هل اللون الأحمر له حجم؟ لا. هل المكان له لون؟ لا. هل المكان له حجم؟ أيوة. إلى آخره من الأمثلة دي. زي ما انت شايف الجمل اللي فاتت دي بتحط عقبة قدام الطريقة الأولى في التفريق بين المادي والمجرد، لأن بعض الكائنات المجردة عندها خواص مادية زي الألوان أو المكان، وبعض الكائنات المادية بتفتقد لخواص مادية زي الإلكترونات مثلا. الطريقة الأولى مناسبة جدا في التفريق بين الموجودات المدركة observable entities والكائنات غير المدركة unobservable entities، لكن بمجرد إننا نلاقي بعض الكائنات المادية غير مدركة وكائنات مجردة مدركة، إذن لابد إننا نستخدم طريقة تانية للتفريق بين المادي والمجرد. واحد من البدائل إننا نشوف الكائنات المجردة على إنها تجريد للكائنات المادية. يعني على سبيل المثال، فكر في الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي، ده مثال واضح لكائن مادي. دلوقتي تخيل إنك هتنزع كل الخواص المادية عن الكرسي زي الوزن، الشكل، الحجم إلى آخره، ما عدا خاصية واحدة بس، خاصية اللون. العملية دي بنطلق عليها التجريد abstraction. فاللون في الحالة دي مجرد تجريد من الكرسي اللي هو الكائن المادي نفسه، وبنفس الطريقة نقدر نجرد باقي الخواص. خلينا ناخد الفكرة دي ونطبقها على الأرقام علشان نفهم طبيعة كينونتها. على سبيل المثال، دولة مصر مكونة من 27 محافظة. من الممكن إننا نفكر في المحافظات دي بكل تفاصيلها زي أماكنها، حدودها، سكانها إلى آخره.
أو من الممكن نجرد تفكيرنا من كل التفاصيل دي ونفكر في خاصية واحدة بس، وهي عدد المحافظات. في الحالة دي 27 محافظة. في العملية دي احنا جردنا المحافظات من كل خواصها ما عدا خاصية واحدة وهي العدد. وهنا المحافظات أصبحت مجرد مجموعة حسابية مكونة من 27 عنصر، وبالشكل ده اللون، الشكل، الحجم، الوزن، العدد إلى آخره كلها خواص للكائنات المادية، وفي نفس الوقت كائنات مجردة. وبالتالي من الممكن تعريف الكائنات المادية على إنها الكائنات الغير ناتجة عن تجريد خواص عن كائنات أخرى. عملية التجريد دي ممكن نفهمها بطريقتين، الأولى نفسية psychological، واللي بتتضمن إزاي بنوصل إننا نعرف الكائنات المجردة. العملية النفسية هي العملية اللي بنفكر فيها في شيء ما في نفس الوقت اللي بنجرده من بعض خواصه. لكن في أسلوب ميتافيزيقي تاني ممكن نعرف بيه العملية النفسية، فبدل ما نقول إنها عملية تجريد بتتم في عقولنا، نقدر نقول إنها علاقة ميتافيزيقية ما بين شيء أول وشيء تاني، فيها الشيء التاني بيفتقد لبعض خواص الشيء الأول. وبالتالي نقدر نقول إن الكائنات المجردة هي الكائنات اللي ممكن تجريدها عن الكائنات الأخرى. لكن السؤال اللي أكيد محيرك دلوقتي، هل يا ترى المفروض نعتقد في وجود الكائنات المجردة دي؟ هل من المفروض إننا نضيفها ككائنات موجودة للنموذج الوجودي اللي بنعتقد فيه؟ يعني هل المفروض إن النموذج الوجودي اللي بنعتقد فيه يشتمل على الكائن المادي الكرسي، وكمان على الكائن المجرد خاصية الصلابة أو اللون البني أو خاصية الخشونة إلى آخره؟ هل المفروض نعتقد في وجود الكائن المادي الإلكترون بالإضافة للكائن المجرد الشحنة السالبة؟ خواص زي التدوير roundness أو الشحنة السالبة negative charge مش مجرد خواص مجردة، لكنها كمان أمثلة على فكرة المسلمات universals اللي نقدر نتصورها على إنها كائنات أصلية عليا من الممكن تكوين كائنات أقل منها في الكمال على صورتها. يعني لو أخدنا على سبيل المثال خاصية التدوير، بص حواليك دلوقتي، يا ترى في كام كائن مادي بيتميز بخاصية التدوير؟ أكيد كتير. الترابيزة اللي قدامك، يمكن كوباية الشاي أو الزراير اللي على التليفون بتاعك، كلها كائنات مادية ليها خاصية التدوير في نفس الوقت. لو اعتبرنا إن في وجود ما للكائن المجرد التدوير، إذن في الحالة دي الكائن المجرد التدوير هيصبح واحد من المسلمات اللي من الممكن إنشاء تمثيلات instantiations مختلفة منها في أماكن مختلفة في نفس الوقت. لما بنقول إن في خاصية معينة تم تمثيلها instantiated عن طريق كائن مادي معين، بنقصد إن الكائن المادي احتوى على الخاصية دي. الشيء المميز في المسلمات إن لما بيتم تمثيلها عن طريق عدة كائنات مادية في نفس الوقت، بتكون موجودة بالكامل في كل الأماكن دي مع الكائنات المادية اللي بتمثلها في نفس الوقت. على العكس من الكائنات المادية، لو موجودة في مكان س مش ممكن إنها تكون موجودة في مكان ص في نفس الوقت، على الأقل خارج قوانين الفيزياء الكمية quantum physics. لكن خاصية التدوير موجودة في الترابيزة اللي قدامك في نفس الوقت اللي هي برضو موجودة فيه في كوباية الشاي. الفكرة دي قادت الفلاسفة إنهم يفرقوا بين المسلمات universals أو الأشياء اللي ممكن تمثلها عن طريق أشياء أخرى، والمحددات particulars أو الأشياء الغير قابلة للتمثيل. يعني على سبيل المثال، الرجل مسلمة، لكن أحمد كائن محدد. لو فاكر من الحلقة التانية من كلام فلسفة كهف أفلاطون، بليتو وأرسطو أرسطاطل اعتقدوا في فكرة المسلمات، لكنهم شافوها بشكل مختلف. أفلاطون شاف الكائنات المسلمة universal entities على إنها نماذج forms اللي مثلت وحدات البناء الرئيسية في فلسفة الوجود عنده. على سبيل المثال، أفلاطون شاف الجمال، العدالة، الحق، الخير إلى آخره على إنها مسلمات أو نماذج، واعتقد إن المسلمات دي عندها مجموعة من الخواص والسمات الرئيسية بالإضافة لفكرة إنها قابلة للتمثيل instantiation. أفلاطون كمان شاف إن المسلمات دي عبارة عن موجودات بتتخطى حدود الزمان والمكان transcendental، وإنها كائنات نموذجية كاملة ideal. يعني مسلمة الجمال كائن كامل مفيش فيه أي شيء قبيح، وكذلك العدالة
مفيش فيها أي ذرة ظلم، مختلف عن الكائنات الموجودة في العالم الزمكاني Spatio-Temporal Realm اللي بننتمي له. أي كائن بيمثل خاصية الجمال بيحتوي على بعض القبح، وكذلك أي كائن بيمثل خاصية العدل بيحتوي على بعض الظلم إلى آخره. طبقا لأفلاطون، الموجودات المادية زي الأشياء، الأشخاص والمؤسسات من الممكن إنها تمثل instantiate الكائنات النموذجية أو المسلمات زي الجمال أو العدالة، لكنها دايما ما هتمثل بعض من النماذج أو المسلمات المضادة زي القبح أو الظلم. وأخيرا أفلاطون اعتقد إن الكائنات النموذجية أو المسلمات من الممكن التعرف عليها فقط من خلال العقل النقي pure intellect، مش من خلال الحواس أو الملاحظة. بالرغم من إن الكائنات المجردة بتمثل الكائنات النموذجية، إلا إن اللي بنشوفه في النهاية في الكائنات المادية هي مجرد انعكاسات لظلال الكائنات النموذجية مش أكتر. لكن عشان نقدر ندرك المسلمات دي نفسها لابد إننا نستخدم العقل النقي فقط. على النقيض، أرسطو رفع المسلمات أو الكائنات النموذجية من العالم العلوي اللي بيتخطى حدود الزمان والمكان Transcendental Realm، وتصور إنها بتكون موجودة في الكائنات المادية اللي بتمثلها. بمعنى تاني، أرسطو شاف المسلمات على إنها كائنات أصلية immanent لها وجود في الزمان والمكان، مش كائنات علوية خارج النطاق الزمكاني. الفيلسوف والميتافيزيقي الأسترالي ديفيد أرمسترونغ اعتنق رؤية أرسطوطالية عن خواص المسلمات. طبقا لأرمسترونغ، الخواص مجردة abstract كونية universal متكررة في الزمان والمكان، وبتتواجد مع الكائنات المادية اللي بتمثلها، ومن الممكن التعرف عليها عن طريق الملاحظة observation والطرق التجريبية التقليدية ordinary empirical methods. بالنسبة لأتباع أرسطو، الفرد ممكن يتعرف على المسلمات بنفس الطريقة اللي بيتعرف بيها على الكائنات المادية. الواقعية حول المسلمات Realism about universals هي الفكرة اللي بتقول إن في مسلمات universals. أما الأفلاطونية Platonism هي الفكرة اللي بتقول إن في أشياء محددة اسمها المسلمات اللي عندها بعض أو كل الخواص اللي حددها أفلاطون. الواقعية والأفلاطونية عادة ما بتقابلهم نظرية مضادة هي الأسمانية Nominalism، واللي ببساطة بتنكر وجود المسلمات أو الكونيات سواء كانت واقعية أو أفلاطونية. تاريخيا المدرسة الواقعية تعارضت مع مدرسة تانية وسيطة بينها وبين المدرسة الأفلاطونية، هي مدرسة المفهومية Conceptualism، اللي بتشوف إن في وجود للمسلمات والكونيات لكنها موجودات بتعتمد فقط على عقل المتلقي، بمعنى التجريد العقلي والنفسي اللي بنقوم به بعقولنا على الكائنات المادية بيوصلنا للمسلمات. ومن هنا طبقا لمدرسة المفهومية، المسلمات لها وجود لكنها كائنات معتمدة بالدرجة الأولى على وجود العقل. على أي حال، فلسفة الواقعية Realists بيعتقدوا إن المسلمات كائنات لها وجود مستقل عن العقل، حتى لو ما كانش فيه أي بشر موجودة عشان تقوم بعملية التجريد، مازال فيه وجود للمسلمات بشكل مستقل. أفلاطون نفسه اللي اعتقد إن الوسيلة الوحيدة للوصول للكائنات النموذجية أو المسلمات هي العقل النقي، اعتقد إن الكائنات دي مستقلة تماماً عن العقل mind independent. صحيح الطريقة الوحيدة للوصول ليها هو التفكير والعقل الخالص، إلا إن مازال ليها وجود سواء حد فكر في وجودها أو لا. أفلاطون في الجزء العاشر من كتابه الأشهر الجمهورية The Republic اللي نشره سنة 360 قبل الميلاد طرح جدلية واحد خلال كثير one over many للمرة الأولى في التاريخ المدون لإثبات الوجود المستقل للمسلمات أو الكونيات. الجدلية بتبدأ بفرضية إن في مجموعة أشياء بتتشارك خاصية ما بينها، وبتبني استنتاج منطقي على ده إن لابد من وجود شيء واحد فقط مسلمة بيتشكل خلال الأشياء الكتيرة دي. الجدلية عادة ما بتصاغ كالآتي: 1. يوجد شيء س له خاصية ن، وشيء ص له خاصية ن. 2. س وص كائنات مختلفة، أي إن س لا يساوي أو غير متطابق مع ص. 3. إذن لابد من وجود كائن ما مسلمة ن كل من س وصاد يقدروا يمثلوها. الجدلية دي بتعتبر من كلاسيكيات فلسفة ما وراء الطبيعة، وهتلاقيها موجودة في معظم إن ما كانش كل كتب ما وراء الطبيعة. الفيلسوف الأمريكي ويلارد فان كواين
في بحثه الأهم والأشهر في تاريخ فلسفة ما وراء الطبيعة عن ما هو هناك On What There Is، هاجم جدلية واحد خلال كتير وطرح المثال التالي: 1. يوجد بيوت حمراء، أزهار حمراء، لحظات غروب الشمس حمراء. 2. إذن لابد أن البيوت، الأزهار، ولحظات غروب الشمس بتتشارك في شيء واحد مشترك هو مسلمة الإحمرار redness. زي ما أنت أكيد ملاحظ، ده مثال مناسب جدا على جدلية واحد خلال كتير. 3 أشياء بتتشارك في خاصية واحدة هي الإحمرار، وبالتالي نقدر نستنتج إن في كائن واحد مشترك بيمر خلال الكائنات ال3 دي وهو الإحمرار. ببساطة إحنا استنتجنا من حقيقة إن في عدد من الأشياء متشابه بطريقة ما حقيقة أخرى، وهي إن في نموذج مسلمة أفلاطونية Platonic Universal مسؤول عن التشابه ده. فكرة الاستنتاج inference اللي مبني عليها الجدلية بتواجه مشكلة حقيقية، لأن لو هنستنتج مسلمة لكل مصطلح term بنستخدمه للإشارة للتعددية في الجمل، بالشكل ده هيكون عندنا عدد ضخم من المسلمات اللي بينافي مبدأ شفرة Occam's razor اللي ناقشناه في حلقة إشكالية عدم الوجود. خليني أوضح لك المشكلة اللي الجدلية بتواجهها أكتر. لو بدلنا متغير نون في الفرضية الأولى من الجدلية بأي مصطلح قابل للتطبيق على مجموعة من الأشياء، بالاستنتاج المصطلح ده أصبح بيعبر عن مسلمة. يعني مثلا لو قلنا 1. يوجد كرسي في الأوضة. 2. إذن لابد من وجود مسلمة الكرسي عشان الكراسي تقدر تمثلها. أو لو قلنا 1. يوجد شخص في الغرفة ويوجد كوباية شاي في الغرفة. 2. إذن لابد من وجود مسلمة في الغرفة علشان الأشخاص وكوبايات الشاي تقدر تمثلها، إلى آخره. لو أفلاطون موافق إن في مسلمة بتعبر عن كل مصطلح ممثل بتعداد من الأشياء، إذن كل الحالات اللي فاتت دي هتعتبر مثال على جدلية واحد خلال كتير، وهيقود للفلاسفة بيسموه النظرية المهملة للمسلمات Abandoned Theory of Universals، اللي بتعبر عن نسخة من فلسفة الواقعية Realism بتفترض وجود عدد كبير من المسلمات أو الكونيات Universals مستقلة. لكن مش دي الرؤية الوحيدة اللي من خلالها فلاسفة الواقعية بيجادلوا إن المسلمات ليها وجود حقيقي مستقل عن العقل. الفيلسوف الأمريكي ديفيد لويس جادل في كتابه عن تعدد العوالم On the Plurality of Worlds اللي نشره سنة 1986 إن لابد إننا نقيد الأشياء المشتركة في فرضية الجدلية للأشياء اللي بتتشارك في شيء ما بشكل حقيقي، اللي هيقود لنظرية المتفرقات للمسلمات Sparse Theory of Universals، اللي بتعتبر نظرية واقعية بتجادل إن في عدد محدود جدا من المسلمات أو الكونيات. في بعض صور النظرية المتطرفة إن في مسلمات أو كونيات طبقا لأفضل نظرية علمية متاحة حاليا، أو زي ما الفيلسوف والميتافيزيقي الأسترالي ديفيد أرمسترونج جادل إن نظريات علم الفيزياء هي أفضل وسيلة متاحة لينا كبشر عشان نقدر نشوف التشابهات الحقيقية بين الأشياء المادية اللي بتشكل الخواص الأساسية اللي ليها جوهر وجود حقيقي في الواقع المحيط بينا. لو لاحظت أنا استخدمت مصطلح متطرفة لأن في أشكال تانية من نفس النظرية بتشوف إن في وسائل تانية ممكن نوصل بيها للتشابهات في الطبيعة غير نظريات الفيزياء الأساسية، لكنها في نفس الوقت مش أي مصطلح ممكن يعبر عن تشابه حقيقي genuine similarity في الطبيعة زي ما شفنا قبل كده. جدلية واحد خلال كثير one over many واحدة من الجدليات الرئيسية اللي استخدمها كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة عشان يبرهنوا على وجود المسلمات universals. لكن لو فاكر من الحلقة اللي فاتت، طريقة كواين هي الطريقة الأفضل لتحديد التزامات الإنسان الوجودية، بما إنها بتجرد الجمل من الالتباس والغموض وبترفعها للغة أكثر دقة. ارجع لحلقة إشكالية عدم الوجود لو عاوز تعرف أكتر عن طريقة كواين. إذن من المنطقي إننا نحاول تطبيق طريقة كواين على الجدلية دي عشان نشوف مدى صحتها. بالرغم من إن كواين في بحثه الأشهر عن ما هو هناك On What There Is ما كانش هدفه إنكار وجود المسلمات، لكن زي ما أنت أكيد متوقع دلوقتي كواين طبق طريقته على جدلية واحد خلال كتير ووصل لإنها نموذج خاطئ من الجدال. كواين جادل إن في كل نماذج الجدلية النتيجة غير مرتبطة بالفرضية ومش من الممكن استنتاجها. علشان نقدر نوصل للنتيجة دي لابد من تطبيق طريقة التكتيب regimentation على الفرضية والاستنتاج وتحويلهم للغة المنطق من الدرجة الأولى first order predicate logic. خلينا نطبق طريقة كواين على المثال ده. 1.
يوجد كائنات حية كتلتها 1 كيلو جرام. 2. يوجد صخور كتلتها 1 كيلو جرام. 3. إذن لابد من وجود مسلمة كتلة 1 كيلو جرام علشان الكائنات الحية والصخور تقدر تمثلها. بتطبيق طريقة كواين هنعبر عن كتلة 1 كيلو جرام بMX، وعن الكائنات الحية بBX، وعن الصخور بWX. إذن هنحول الفرضية 1 و2 للغة المنطق من الدرجة الأولى، فتصبح الجملة: لكل X يوجد MX متقاطع مع BX، ولكل Y يوجد MY متقاطع مع WY. بتطبيق قواعد المنطق على الجملة دي احنا عارفين اننا ملزمين فقط بالاعتقاد في وجود الاشياء المرتبطة بقيم المتغيرات X و Y، وبالتالي هتلاقي الاشياء المادية اللي ليها وجود هي الكائنات الحية والصخور فقط، وبالتالي ما بتلزمناش بالاعتقاد في مسلمة كتلة 1 كيلو جرام. ولو طبقنا نفس الطريقة على الجملة الثالثة، جملة الاستنتاج، في الحالة دي هنلاقي ان قواعد المنطق بتمنع الاتصال المنطقي بين الجملة الأولى والأخيرة. الفلاسفة الواقعيين رياليست زي أرمسترونج رفضوا الفكرة دي، وأصروا على ان الفهم السليم لجدلية واحد خلال كتير هيقود لأنها جدلية منطقية، لأن حيثما يوجد تشابه حقيقي في الطبيعة لابد من وجود كائن ما بيفسر أو بيقدم أرضية للتشابه ده. وده حقيقي لأن بالرغم من إن من الممكن الجدال إن الجدلية غير متسقة طبقا للمنطق من الدرجة الأولى، إلا إن أرمسترونج بيطرح نقطة مهمة جدا، إن التشابه الحقيقي الموجود ما بين كائنات في الطبيعة محتاج لموجود ميتافيزيقي لتفسيره. أرمسترونج كمان هيجادل إن الجدلية بتعتبر أنثيميم، بمعنى إن في فرضيات مقتطعة من الجدلية. لو أعدنا صياغة الجدلية بعد إضافة الفرضيات الناقصة دي هتصبح: 1. يوجد كائنات حية وصخور لها كتلة 1 كيلو جرام. 2. بما إن الكائنات الحية والصخور عندهم كتلة 1 كيلو جرام، إذن لابد وإن ما بينهم تشابه حقيقي بصورة ما. 3. لو وجد تشابه حقيقي ما بين مجموعة من الأشياء، إذن لابد من وجود كائن مشترك مسلمة بيعبر عن التشابه ده، وكل الأشياء الأخرى بتمثله. 4. إذن لابد من وجود كائن مسلمة 1 كيلو جرام عشان تمثل عن طريق الكائنات الحية والصخور. زي ما انت شايف في خلاف جذري حول فكرة المسلمات ما بين الفلاسفة الواقعيين رياليستس من أمثال أرمسترونج اللي بيشوفوا إن في وجود لكائنات علوية مجردة المسلمات، وفلاسفة الأسمانية نوميناليست اللي بيشوفوا إن مفيش وجود غير للكائنات المادية اللي ليها وجود فيزيائي من أمثال كواين. لكن في الواقع جوهر الخلاف هنا مش عن إن كان في وجود للمسلمات ولا لا، لكن الخلاف حول إن كان الطريقة الصحيحة لتحديد التزامات الفرض الوجودية هي التكتيب للغة المنطق من الدرجة الأولى ولا لا. بالنسبة لأرمسترونج الاستنتاج في فرضية واحد خلال كتير ما بيتصلش بالفرضية منطقيا، لكن الفرضية بتلزمنا بالمسلمات لأنها محتاجة تفسير ميتافيزيقي، بمعنى تاني محتاجة تفسير لإيه اللي في الطبيعة بيفسر ظاهرة التشابه. وبالتالي لو الفكرة دي صحيحة احنا مش ملزمين بس بالاعتقاد في وجود الأشياء المرتبطة بقيم المتغيرات في الجمل المنطقية. الالتزام الوجودي ده نتيجة لنظرية وجودية ontological theory معروفة باسم صانع الحقيقة truth maker theory. نظرية صانع الحقيقة مبنية حول مبدأ صانع الحقيقة truth maker principle اللي بيقول لكل حقيقة لابد من وجود صانع للحقيقة. بمعنى آخر لكل حقيقة يوجد كائن أو كائنات بتخليها حقيقية. Every truth has a truth maker. In other words, for every truth there is some entity or entities that make it true. نظرية صانع الحقيقة اكتسبت شهرة غير عادية في 20 سنة الأخيرة ما بين الفلاسفة. الفيلسوف اللي بيعتقد في نظرية صانع الحقيقة هيشوف إن جمل زي العربية دي سودة أو الصخرة دي كتلتها 1 كيلو جرام إلى آخره لابد من وجود كائنات بتخلي الجمل دي صحيحة. الفلاسفة دول عادة ما بيتبعوا الطريقة التقليدية في فلسفة ما وراء الطبيعة، ويقولوا إن صانع الحقيقة كائن معقد مكون من كائنات فردية بتمثل خواص ما، زي ما برتراند راسل جادل في كتابه إشكاليات الفلسفة The Problems of Philosophy سنة 1912. لكن أرمسترونج جادل في كتابه عالم من الحالات A World of States of Affairs سنة 1997 إن صانع الحقيقة حالات أو أوضاع معينة. على أي حال
لو كانت كل الحقائق بتتطلب صانع حقيقة، أو لو كان صانع الحقيقة لابد أن يكون كائن محدد أو مسلمة، أفكار ما زالت محل خلاف وجدال مستمر بين فلاسفة ما وراء الطبيعة. هنرجع نناقش الأفكار دي بالتفصيل في حلقات مستقبلية من سلسلة ما وراء الطبيعة. الكائنات الحسابية Mathematical Objects. الخواص مش هي الكائنات المجردة الوحيدة اللي بنتعامل معاها في حياتنا اليومية. الأرقام Numbers والكائنات الحسابية والرياضية بتشكل نوع تاني مختلف ومستقل من الكائنات المجردة اللي المفروض نتعامل معاها بجدية في دراسة فلسفة ما وراء الطبيعة. أفلاطون بليتو اعتبر الأرقام نوع من المسلمات أو الكونيات Universals أو النماذج Forms، بجانب الأنواع الأخرى من المسلمات زي الجمال، الحكمة، العدالة، الإحمرار إلى آخره. ومن السهل إننا نصيغ جدلية واحد خلال كتير one over many اللي توصلنا لطبيعة وجود الأرقام. يعني مثلا 1. يوجد قمرين في مدار المريخ، وأسدين قصر النيل، وفرعين الدلتا دمياط ورشيد. 2. وبالتالي القمرين، الأسدين، وفرعين الدلتا ما بينهم شيء مشترك هو مسلمة الرقم 2 أو المثنوية. كواين هيجادل كالعادة إن الشق الأول من الجدلية لو ترجمناه للغة المنطق من الدرجة الأولى First Order Logic مش هيلزمنا بالاعتقاد في وجود الرقم 2، بس هيلزمنا بالاعتقاد في وجود القمر، أسد قصر النيل، وفرع الدلتا. وطبعا فيلسوف ما وراء الطبيعة اللي بيعتقد وبيدافع عن وجود المسلمات أو الكونيات هيرد على كواين ويستخدم جدلية التأصيل الميتافيزيقي أو نظرية صانع الحقيقة عشان يدافع عن جدلية واحد خلال كتير في إثبات وجود الرقم 2. مش هنخوض في الجدال ده مرة تانية، لكننا هنناقش طريقة مختلفة علشان نجادل على وجود الكائنات الحسابية المجردة. الطريقة دي كانت ناجحة ومؤثرة جدا في العقود الأخيرة. فكر في الجمل دي: أحمد جعان، القطة قعدت على السور، الترابيزة مربعة. الجمل دي كلها بتتشارك في قاعدة لغوية واحدة، وهي إنها جمل اسمية إسنادية Subject Predicate Sentence. بمعنى تاني، جملة بتسمي شيء ما Subject باسم، وبتسند خاصية معينة للاسم ده Predicate. يعني في الجملة الأولى الشيء اسمه أحمد، والإسناد هو إنه جعان. حاجة بديهية لكن من الضروري إننا نتفق عليها، هو إن عشان الفرضيات اللي الجمل دي بتطرحها تكون حقيقية لابد إن الاسم أو المسمى في الجملة يكون له وجود. يعني الجملة الأولى ملهاش أي معنى لو أحمد ملوش وجود، أو في الجملة التانية لو القطة ملهاش وجود إلى آخره. طبعا في شروط تانية علشان الجمل دي تكون بتعبر عن حقيقة ما، زي مثلا إن الإسناد اللي الجملة بتعبر عنه لابد إنه يكون دقيق. يعني في الجملة الأولى أحمد حالته لابد إنها تكون إنه جعان علشان الجملة تعتبر حقيقية. لكن وجود المسمى اللي في الجملة أبسط وأقل الشروط اللازم لصحتها، وبالتالي لو عندنا جملة اسمية إسنادية صحيحة True Subject Predicate Sentence لابد من وجود مسمى Subject. دلوقتي تخيل الجملة دي: أنا عندي قطتين. الجملة دي صحيحة، لاحظ إنها بالتبعية هتخلي الجملة الجاية دي برضو صحيحة. 2 هو عدد القطط اللي عندي. الشيء الملفت للنظر في الجملة الأخيرة دي هو إن الرقم 2 بيظهر في مكان المسمى في الجملة الإسمية الإسنادية الصحيحة دي. أكيد بدأت تاخد بالك من الفكرة اللي بحاول أوصلها لك. زي ما شفنا من لحظات، الجملة الإسمية الإسنادية الصحيحة من شروط صحتها إن المسمى لابد من وجوده. إذن لابد من وجود الرقم 2، ويبدو إن من الممكن تعميم التجربة دي على كل الأرقام. يعني مثلا لو قلنا يوجد 9 كواكب، الجملة الصحيحة دي بتفرض علينا صحة الجملة الإسمية الإسنادية دي. 9 هو عدد الكواكب الموجودة اللي بيفرض وجود الرقم 9 إلى آخره. الجدلية دي غير مريحة لأنها قادتنا للاعتقاد في وجود كائنات الأرقام تقريبا من العدم. كل اللي بدأنا بيه فرضيات صحيحة عن عدد القطط بتاعتي أو عن عدد الكواكب، وانتهى بينا الأمر للاعتقاد في وجود الأرقام بناء على اشتقاق مبني على القواعد اللغوية. الأمر غير مريح لأنه ملوش دعم في طبيعة العالم المحيط بينا، أو على الأقل الطبيعة اللي احنا قادرين على استيعابها. طبيعة الأرقام. لو فعلا في كائنات زي الأرقام، إزاي المفروض نتصور وجودها؟ تقليديا احنا عادة ما بنتصور الأرقام على إنها كائنات مجردة abstract entities
كائنات زيها زي الكائنات المادية physical entities، لكنها بشكل مبسط موجودة خارج الإطار الزمكاني space time. لكن عشان نكون أكثر دقة لابد إننا نضبط الفرق ده بين الكائنات المجردة والكائنات المادية عن طريق تحديد خواص وسمات واضحة للكائنات المجردة. 1. الكائنات المجردة زي الأرقام كائنات غير سببية causal، بمعنى إنها غير قادرة على التفاعل السببي مع الكائنات المادية. 2. الكائنات المجردة زي الأرقام بتفتقد الخواص المكانية spatial or temporal location والامتدادات المادية. 3. الكائنات المجردة زي الأرقام غير متغيرة unchanging. لو أخدت على سبيل المثال الرقم 2 هتلاقي إنه عمره ما سبب حدوث أي شيء قبل كده. يعني أنت أكيد عمرك ما اتكعبلت في الرقم 2 أو شميت أو شفت الرقم 2. ممكن تكون شفت تمثيلات instance من الرقم 2 زي إيدين أو قطتين، أو شفت تمثيل للرقم 2 مكتوب بالعربي أو الإنجليزي على ورقة، لكن بالتأكيد عمرك ما شفت الرقم 2 نفسه. وأكيد فكرة إن الرقم 2 له خواص مكانية فكرة غير مقبولة أو عجيبة على أقل تقدير، لأن أكيد الرقم 2 مش قاعد جنبك بيسمعني دلوقتي. أو حتى الخواص الزمنية، لأن أكيد الرقم 2 مش هيكون موجود دلوقتي وهيختفي في المستقبل. إحنا ما نتصورش الأرقام في أي علاقات زمنية أو مكانية على الإطلاق، وبالتأكيد فكرة إن الرقم 2 متغير فكرة أكثر غرابة، لأن 2 زائد 2 ما كانتش زمان ب5، لكن الزمن جار عليها وبقت النهاردة ب4. ببساطة العلاقات بين القيم الرقمية ما اتغيرتش ومش من الممكن تتغير، وبالتالي الأرقام مش من الممكن تتغير. لكن لو أخدت بالك الخواص اللي وصفنا بيها الكائنات المجردة زي الأرقام خواص سلبية أو نافية، بمعنى إنها غير سببية، ملهاش وجود مكاني، ملهاش وجود زماني، وغير متغيرة. هل يا ترى في طريقة ممكن نقدم بيها خواص إيجابية للكائنات المجردة؟ الفيلسوف الإنجليزي إدوارد لوي في كتابه استطلاع للميتافيزياء A Survey of Metaphysics سنة 2002 اقترح إننا نبدأ الأول بتحديد فرضية أو ادعاء لإيه معنى إن شيء ما يكون داخل أو خارج حدود الزمن، وبالتبعية نقدر نستخدم التعريف ده في إننا نحدد خواص الكائنات المجردة والكائنات المادية. لوي جادل إن عشان شيء ما يكون داخل حدود الزمن لابد إنه يكون موضوع ممكن للإسنادات الزمنية الصحيحة True Tensed Predictions. يعني على سبيل المثال لو أخدت مثال شخص اسمه محمود له وجود داخل حدود الزمن، نقدر نشوف إن محمود موضوع قابل للإسنادات الزمنية الصحيحة. يعني مثلا نقدر نقول محمود كان عيان وزار الدكتور. على العكس الأرقام مش من الممكن إنها تكون موضوع للإسنادات الزمنية الصحيحة، لكنها موضوع للإسنادات غير الزمنية الصحيحة فقط. بالرغم من إننا بنقول 2 زائد 2 تساوي 4، الجملة دي بيبدو إن زمانها المضارع أو الحالي، إلا إنها صحيحة لكل الأزمنة، لأن من غير المقبول إننا نقول إن 2 زائد 2 كانت تساوي 4. لكن لوي جادل إن التعريف ده غير صحيح، لأن الأرقام ممكن تظهر كموضوع في جملة اسمية فيها إسنادات زمنية صحيحة. يعني على سبيل المثال أنا ممكن أقول إن الرقم 3 كان رقمي المفضل. لوي لاحظ إن كل الجمل الزمنية اللي من الممكن تظهر فيها الأرقام جمل مشروطة contingent في طبيعتها، يعني الجملة اللي فاتت ممكن تكون صحيحة أو خاطئة. لوي بيطلق على الفكرة دي الجمل الزمنية الصحيحة بالضرورة necessarily true tensed sentence، واللي شاف إن الأشياء المجردة مش من الممكن إنها تكون موضوع في النوع ده من الجمل. على أي حال لو فرضنا إن طبيعة الكائنات المجردة زي الأرقام هي إنها غير سببية، ملهاش وجود زمكاني، وغير متغيرة، دلوقتي السؤال اللي بيواجهنا هو السؤال الوجودي التقليدي: هل إحنا ملزمين وجوديا بالاعتقاد في وجود الكائنات دي؟ واحد من الطرق اللي ممكن نحل بيها إشكالية الكائنات المجردة في الجمل الاسمية الإسنادية الصحيحة هو إننا نرفض الجمل دي تماما. يعني مثلا لو قلنا إن الترابيزة لونها أحمر، فالجملة المشتقة أحمر هو لون الترابيزة اللي سببت لينا المشكلة قبل كده جملة مرفوضة. لكن يبدو إن ده تمن كبير هندفعه، لأننا أصبحنا مجبرين على التخلي عن طرق بديهية لينا كلنا في فهم الجمل واشتقاقها من بعضها، الأمر الغير مقبول لكتير مننا.
عملية لغوية بسيطة زي نجيب محفوظ مؤلف الثلاثية، مؤلف الثلاثية هو نجيب محفوظ، هتصبح عملية مرفوضة. دلوقتي فكر معايا في الجمل دي. 1. 7 أكبر من 5. 2. يوجد أكبر عدد أولي prime number. 3. القوة هي حاصل ضرب الكتلة في العجلة. أكيد الجملة الأولى صحيحة، أي تلميذ في أولى ابتدائي هيأكد لك الحقيقة دي. كمان لاحظ إن الجملة الأولى جملة اسمية إسنادية subject predicate sentence. بتطبيق الجدلية اللي وصلنا ليها قبل كده، الجملة دي ممكن تكون صحيحة بس في حالة إن الاسم في الجملة يكون له وجود، وبالتالي الأرقام لابد إن ليها وجود، وإلا الحساب التقليدي اللي كلنا بنعرفه وبنتعلمه في المدارس هيكون خطأ. الجملة التانية بتعتبر فرضية رياضية مفتوحة open mathematical hypothesis، بمعنى تاني إنها بتحمل ادعاء الرياضيات فقط تقدر تأكده أو تنفيه. اللي الجملتين الأولى والتانية بيتشاركوا فيه هو إن الاتنين فرضيات رياضية، وعلى الأقل الجملة الأولى فرضية رياضية مدعومة وبالتالي صحيحة. كمان الواحد ممكن يجادل زي ما الفيلسوف الإنجليزي لوي جادل إن الفلاسفة ما يقدروش يجادلوا إن كانت الجملة الأولى أو التانية صحيحة ولا لأ، لأنها ادعاءات رياضية حقيقتها كامنة في الرياضيات فقط. لوي شاف إن الرياضيات تاريخيا أثبتت جدارتها في متابعة الحقيقة وإثباتها، لأن ببساطة مفيش ادعاءات رياضية كتير ثبت إنها كانت صحيحة في وقت ما وأصبحت خاطئة في وقت تاني. لكن الفلسفة فشلت تاريخيا في تحقيق نفس المستوى ده، لأن في عدد كبير من الادعاءات الفلسفية اللي كانت في وقت ما بتعتبر صحيحة، لكن مع مرور الوقت ثبت إنها غير صحيحة على الإطلاق. بمجرد إدراكنا للحقيقة دي هنقبل فكرة إننا المفروض ما نسمحش للفلسفة بإنها تحكم على صحة الادعاءات الرياضية، وبالتالي الفلاسفة لابد إنهم يقبلوا الحقائق الرياضية دي ويتجنبوا الحكم عليها. الجملة الثالثة أعقد من الجملتين اللي قبلها. يا ترى ليه جملة بتتكلم عن القوة، الكتلة والعجلة ممكن تستخدم لإثبات وجود الكائنات الرياضية؟ في الواقع القوة في الجملة دي مش مقصود بيها القوة فعلا، ولا الكتلة أو العجلة. إزاي القوة اللي مختلفة تماما عن الكتلة والعجلة ممكن تكون محصلة امتزاجهم؟ ده غير إن فكرة الضرب هي فكرة رياضية بحتة. إحنا أكيد مش هنضرب الكتلة في العجلة فعلا، لكن غالبا ما هنضرب أرقام في بعضها. وبالتالي الجملة ممكن قراءتها بدقة كالآتي: عدد وحدات القوة يساوي عدد وحدات الكتلة مضروب في عدد وحدات العجلة. دلوقتي بالرغم من إن الجملة دي ما بتشيرش بوضوح لأي أرقام محددة وما بتلزمناش بالاعتقاد وجوديا في أي أرقام معينة، إلا إن من الواضح جدا أي تطبيق عملي للجملة دي هيلزمنا بالاعتقاد في وجود أرقام محددة. على سبيل المثال، القوة الناتجة عن استخدام المطرقة تساوي كتلتها 7 كيلو جرام مضروبة في عجلتها 3 متر لكل ثانية، اللي بيكون محصلة 21 نيوتن ناتجة عن المطرقة. تاني، لو طبقنا طرق الاشتقاق اللغوية على الجملة الأخيرة دي هنستنتج الجملة الاسمية الإسنادية الصحيحة الآتية: 21 هو عدد وحدات نيوتن للقوة الناشئة عن المطرقة، اللي بيثبت وجود الكائنات الرياضية عشان الجملة دي تكون صحيحة. الفرق الوحيد بين الجملة الثالثة والجملتين اللي قبلها هو إننا اضطرينا لتطبيق الجملة عمليا عشان نقدر نبرهن على وجود الكائنات الرياضية. الجدلية اللي استخدمناها في الجملة الأخيرة عادة ما بتعرف في كتب علم الوجود وما وراء الطبيعة بجدلية الموجودات الضرورية indispensability argument. الجدلية تاريخيا كانت مرتبطة بالفيلسوف الأمريكي كواين والفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام، وبتعتبر جدلية عن واقعية الكائنات المجردة realism about mathematical entities، اللي عادة ما بيطلق عليها الأفلاطونية Platonism في أدبيات فلسفة الرياضيات philosophy of mathematics. فلسفة الرياضيات موضوع كبير وممتع، هنفرد له موسم كامل في كلام فلسفة في المستقبل. على أي حال، جدلية الكائنات الضرورية صاغها فيلسوف الرياضيات الأمريكي المعاصر مارك كوليفان في كتابه البديع ضرورية الرياضيات The Indispensability of Mathematics سنة 2001. كوليفان صاغ الجدلية بالشكل الآتي: 1. من المفروض إننا نلتزم وجوديا بكل الكائنات الضرورية المطلوبة لأفضل نظريات علمية متاحة. 2.
الكائنات الرياضية ضرورية للنظريات العلمية المتاحة. 3. إذن لابد إننا نكون معتقدات وجودية ontological commitment في الكائنات الرياضية. الفرضية الأولى مبنية على المدرسة الطبيعية naturalism. فيلسوف المدرسة الطبيعية naturalist لو فاكر من الحلقة اللي فاتت هو اللي بيعتقد إننا لابد نستخدم أفضل نظريات علمية متاحة عشان نجاوب على كل الأسئلة الوجودية. الفرضية التانية في الجدلية ما بتعتبرش فرضية فلسفية، لكنها ادعاء عن طبيعة محتويات النظريات العلمية، وبتنظر لأن الرياضيات عنصر أساسي تقريبا في كل العلوم، من الفيزياء للكيمياء للأحياء حتى العلوم الاجتماعية في شكلها الحديث النهاردة زي الاقتصاد والعلوم السياسية. ومن هنا الواحد يقدر يدعي أن الرياضيات ضرورية ولا غنى عنها indispensable لأفضل النظريات العلمية المتاحة لنا النهاردة، لدرجة أن النظريات دي من الصعب تفسير محتواها بدقة من غير الإشارة لبعض الكائنات الرياضية. فلسفة الأسمانية nominalists عادة ما بيجادلوا إننا ما نقدرش نلاحظ أو نشوف الكائنات الرياضية، وبالتالي مفيش أي سبب للاعتقاد في وجودها. أكيد متخيل رد فلسفة جدلية الموجودات الضرورية هيكون إيه؟ أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة حالياً بتلزمنا إننا نعتقد في موجودات زي الإلكترونات أو المجالات الكهرومغناطيسية أو التغير في سوق البورصة إلى آخره، اللي ما نقدرش نلاحظها أو نشوفها، لكننا ملتزمين بالاعتقاد فيها بسبب الدور الرئيسي اللي بتلعبه في نظرياتنا العلمية. النقد الأول اللي عادة ما بيقابل الجدلية هو نقد الشق الأول من الجدلية، وهو إنكار إن الكائنات الرياضية ضرورية ولا غنى عنها لأفضل نظرياتنا العلمية المتاحة حاليا. ده مش معناه إنكار الحقائق الرياضية، الحقائق الرياضية صحيحة لكن الأرقام مش ضرورية لصحة النظريات العلمية. بمعنى تاني النقد ده بينكر إن الأرقام صانع حقيقة truth maker للفرضيات العلمية. المشكلة مش في إن المدرسة الطبيعية بتستخدم العلم كالحكم أو الفيصل في الأمور الميتافيزيقية، لكن المشكلة في فكرة إن الواحد لابد إنه يلتزم وجوديا بكل ضروريات العلم. الواحد ممكن يجادل إن بعض التمثيلات المستخدمة في العلم مش بالضرورة ملزمة بموجودات موازية ليها في الواقع. العلماء نفسهم ما بيعتقدوش في وجود كل العناصر الضرورية لأفضل نظرياتهم العلمية. الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة بنيلوبي مادي بتضرب مثال على الفكرة دي بالنظرية الذرية Atomic Theory. في منتصف القرن ال19 معظم الفلاسفة كانوا بيعتقدوا في وجود الذرات، لكن بعض العلماء ظلوا متشككين في وجودها لحد نهاية القرن، لحد ما ظهرت طريقة مباشرة لتأكيد وجودها. عشان نفهم النقد ده بشكل واضح فكر في الجملة دي: الأم في المتوسط بتلد 2.4 طفل. محدش على الإطلاق بيعتقد إن في أم في المتوسط بتلد طفل وحتة. مش معنى كده إن الجملة خاطئة، لأن في حقيقة علمية ورا الجملة دي، وهي إننا لو أخدنا كل أم وكل طفل مولود وقسمنا عدد الأطفال على عدد الأمهات النتيجة هتكون 2.4. اللي احنا عملناه في الحالة دي هو إننا استخدمنا طريقة إعادة الصياغة paraphrasing اللي ناقشناها في الحلقة اللي فاتت عشان نعبر عن الحقيقة الرياضية دي بفكرة الأم في المتوسط. هل من الممكن إننا نطبق نفس الطريقة على الأرقام بمعنى إننا نستخدمها بدون الاعتقاد في إن في وجود حقيقي ليها زي ما مفيش وجود حقيقي للأم في المتوسط؟ طيب فلسفة الأسمانية هيحاولوا يستخدموا طريقة إعادة الصياغة عشان يتجنبوا الاعتقاد الوجودي في الكائنات الرقمية. على سبيل المثال جملة بتقول يوجد قطتين، علشان نقدر نعيد صياغة الجملة دي بحيث إننا نتجنب الالتزام وجوديا في وجود الرقم 2، هنعيد صياغة الجملة باستخدام المنطق الإسنادي من الدرجة الأولى، فتصبح الجملة يوجد س وصاد، حيث س وصاد قطط وس وصاد غير متطابقين. النتيجة إن الجملة بتقول إن في قطتين، بالرغم إن مفيش أي ذكر للرقم 2 في الجملة على الإطلاق، وبالتالي بتوصل نفس الحقيقة لكنها ما بتلزمناش في الاعتقاد في وجود الأرقام. أكيد ملاحظ إزاي ممكن نعمم الطريقة دي على أي جمل فيها أرقام للتخلص من الالتزام الوجودي بالاعتقاد في وجود الكائنات الرياضية باستخدام المنطق الكمي وفكرة تطابق الهوية. قبل ما تتحمس كتير للنقد ده خليني ألفت انتباهك لإشكالية حقيقية في الفكرة دي، وهي الأشياء اللي ملهاش عدد.
يعني لو فرضنا جدلا إن عدد النجوم غير قابل للحصر، إزاي ممكن نستخدم طريقة إعادة الصياغة علشان نعبر عن أي جملة بتشتمل على فكرة كل النجوم؟ أو إزاي ممكن نعبر عن طه باي ثابت الدايرة الرياضي اللي بيعبر عن النسبة بين محيط الدايرة وقطرها، واللي بيستخدم بشكل مكثف في المعادلات الرياضية والعلمية؟ النقد الثاني اللي عادة ما بيوجه لجدلية الموجودات الضرورية بيركز على الشق الأول من الجدلية برضو، وبيقول إن العلم عادة ما بيستخدم المثالية idealization لتبسيط حل المشاكل. المثالية هنا معناها طرح فرضيات خاطئة كجزء من النظرية في سبيل تسهيل حل المشكلة واستخدام النظرية. يعني على سبيل المثال في الديناميكا الحرارية thermodynamics بيقابلنا قانون الغاز الخامل The Ideal Gas Law اللي بيفترض إن في وجود لجزيئات غير قادرة على التفاعل. وفي الميكانيكا والفيزياء عادة ما بيتم طرح فرضية إن في أسطح عديمة الاحتكاك fractionless surfaces، لكن طبعا محدش بيعتقد في وجود غازات غير قادرة على التفاعل أو أسطح عديمة الاحتكاك. الفرضيات دي تم طرحها لتسهيل حل المشكلة وجعل القوانين أبسط في الاستخدام. المثالية بتستخدم على نطاق واسع في كتير من النظريات العلمية على اختلاف الفروع العلمية، اللي بيخلي الشق الأول من الجدلية أعقد من مجرد الاعتقاد في كل الضروريات المطلوبة لنظرية علمية معينة. أسلوب تاني لنقد الجدلية بيركز على الشق التاني، وهي إن التمثيلات الرياضية ضرورية ولا غنى عنها نظرياتنا العلمية. الفكرة هنا إن هل الفرد يقدر يعبر عن أطروحات وادعاءات النظريات العلمية من غير استخدام إطار عمل الرياضيات The Framework of Mathematics. الفكرة دي كانت مشروع الفيلسوف الأمريكي المعاصر هارتري فيلد في كتابه علم بدون أرقام Science Without Numbers اللي نشره سنة 1980. مشروع فيلد ركز على إعادة صياغة جزء مهم جدا من الفيزياء الكلاسيكية، هي الفيزياء النيوتينية Newtonian Physics، بطريقة مفيش فيها كميات من أي نوع من الكائنات الرياضية. فيلد كان عاوز يثبت إن كتير من الفيزيائيين فيزيست بيحاولوا يعبروا عنه باستخدام الرياضيات من الممكن التعبير عنه باستخدام الإشارات الزمكانية Space Time. مشروع فيلد بيعتبر تطبيق عملي لطريقة إعادة الصياغة Paraphrasing اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. مشروع فيلد طموح وشجاع على أقل تقدير. الإشكالية هنا هي إن بالرغم من إن فيلد نجح في إعادة صياغة نظرية الجاذبية لإسحاق نيوتن بدون استخدام أي كائنات رياضية، إلا إن مازال في نظريات علمية كتيرة زي النظرية النسبية Relativity ونظرية الفيزياء الكمية Quantum Mechanics ونظريات بيولوجية واقتصادية إلى آخره ما زالت بتعتمد بشكل أساسي على الكائنات الرياضية وما تعملهاش إعادة صياغة. إذن يبدو أن موقف المدرسة الأسمانية في الوقت الحالي مبني على أمل أن في يوم من الأيام هيقدروا يعيدوا صياغة النظريات العلمية كلها بدون الاعتماد على الكائنات الرياضية، بما أنهم نجحوا في إعادة صياغة نظرية غاية في التعقيد زي نظرية الجاذبية الأرضية. الفيلسوف الإنجليزي المعاصر جوزيف ميليا طرح نقد تاني ضد فكرة إن الكائنات الرياضية ضرورية ولا غنى عنها لأفضل نظرياتنا العلمية في ورقة بحثية سنة 2000 بعنوان التخلص بخبث من جدلية الموجودات الضرورية Weaseling away the indispensability argument. ميليا جادل إن العلماء عادة ما بيستخدموا الأرقام في نظرياتهم بالشكل اللي وصفناه قبل كده، لكنهم بيرفضوا الاعتراف إن الاستخدام ده له أي تأثير وجودي أو ميتافيزيقي. ميليا جادل إن إيه المانع إن الجملة تكون 21 هو عدد وحدات نيوتن للقوة الناشئة عن المطرقة، لكن مفيش وجود للأرقام. العلماء عادة بيتكلموا عن الأرقام بالشكل اللي وصفناه قبل كده، لكن بمجرد مواجهتهم بفكرة إن الاستخدام ده بيفرض علينا الاعتقاد وجوديا في وجود كائنات رياضية، بيرفضوا الاعتقاد في وجود الكائنات المجردة بما في ذلك الأرقام. ده بيحطنا في موضع من اتنين: إما إننا نشوف العلماء منافقين بيغيروا كلامهم كل شوية حسب مزاجهم الشخصي، أو إننا نعتقد إننا فهمنا العلماء بشكل خاطئ، لأنهم لما استخدموا الأرقام في الجملة ما قصدوش إن ليها وجود، لكنهم قصدوا إن الجملة تنتهي دايما بإن مفيش وجود للأرقام زي ما ميليا عمل، وإن مفيش داعي لإعادة صياغة الجملة،
كل المطلوب هو إضافة شرط عدم وجود الأرقام في نهاية الجملة. ميليا شاف إن فلاسفة الأسمانية لابد إنهم يعترفوا إن الطريقة اللي اللغة اتطورت بيها بتمنعنا من إننا نعبر بدقة عن الواقع المحيط بينا بدون استخدام الأرقام، لكن بمجرد الانتهاء من الجمل بتاعتنا من الممكن التخلص من الأرقام عن طريق نفي وجودها في الجمل، وبالتالي المكونات الرياضية في جملنا ما بتفسرش أي شيء، لكنها بتخدم كمجرد أداة وصفية بنستخدمها لوصف طبيعة الكون المحيط بينا. الجدلية اللي قدمها ميليا قوية جدا، لأن عشان نقدر ندحضها لابد إننا نقدم ظاهرة طبيعية من المستحيل تفسيرها بدون الأرقام. واحد من الاعتراضات الضعيفة على فكرة وجود الكائنات الرياضية هو إن ما عندناش طريقة للتعرف على وجودها أو على إدراكها، ده لأن حسب تعريف الكائنات المجردة إنها كائنات غير سببية، فبالتالي مفيش أي طريقة للاحتكاك بيها أو التعامل معاها. لو كنا عاجزين عن إدراك وجود شيء ما، إذن ما عندناش أي داعي للاعتقاد في وجود الشيء ده. مش بالظبط زي ما قلت لك، الاعتراض ده ضعيف، لأن على سبيل المثال الكوارك كائنات مادية صغيرة جدا من المستحيل إدراكها بالعين المجردة مباشرة، لكننا ما زلنا بنعتقد في وجودها. طبعا احنا بنعتقد في وجود الكوارك لأننا بنعتقد إنها بتلعب دور تفسيري مهم في نظرياتنا العلمية، لكن ده نفس الشيء اللي قابلناه مع الأرقام في نظرياتنا العلمية، لأن الأرقام بتلعب دور تفسيري في نظرياتنا العلمية. لو فرضنا إننا هنوافق مع الأفلاطونيين إن كل الحقائق الرياضية اللي أثبتها الرياضيين صحيحة، إذن لابد إن اعتقاداتنا الرياضية تكون جديرة بالثقة reliable، أو بشكل آخر لو كل الرياضيين بيقبلوا س كبديهية axiom، إذن لابد إن س صحيحة وجديرة بالثقة. إذن السؤال اللي هنطرحه ساعتها على الأفلاطونيين، إزاي ممكن نتأكد إن البديهيات الرياضية دي جديرة بالثقة reliable؟ خلي بالك هنا إن السؤال ده بيمس نقطتين مهمين جدا. واحدة ليها علاقة بإزاي اعتقاداتنا الرياضية مبررة. عدم وجود إجابة على السؤال ده من الممكن إنه يقود البعض للاعتقاد إن مفيش مبرر على الإطلاق لتفسير صحة الاعتقادات الرياضية. يعني مثلا اعتقادنا إن 2 زائد 2 بيساوي 4 ملوش مبرر، وبالتالي لو طبقنا الفكرة دي هنا مش هنصدق إن العملية الحسابية البسيطة دي صحيحة على الإطلاق. الفكرة دي سخيفة وغير مقبولة، لأنها بتنافي طبيعة المعرفة المكونة عندنا بناء على الحواس. كتير من المعرفة المكونة عندنا عن طريق الحواس غير مبررة، ومع ذلك بنعتقد في صحتها وما بنرفضهاش. يعني بشكل تاني، عدم قدرتنا على تقديم مبرر لاعتقاداتنا ما بيثبتش إن الاعتقادات دي غير صحيحة. النقطة التانية اللي تهمنا من السؤال هو إن إزاي الاعتقادات دي بتكون جديرة بالثقة reliable. علشان تقدر تستوعب الفكرة دي، فكر في المثال ده. لما بنرصد شيء مادي في العالم المحيط بينا، بنقدر نقدم قصة مفصلة عن إزاي المخ والعين بيشتغلوا مع بعض عشان يستوعبوا وجود الشيء المادي ده. التفسير ده بيقدم طريقة منظمة من الممكن التحقق من صحتها في ليه الاعتقاد بوجود الشيء المادي ده اعتقاد جدير بالثقة reliable. لكن يا ترى إيه هو التفسير اللي ممكن نقدمه في حالة الكائنات المجردة بما في ذلك الأرقام عشان نقول إن الاعتقاد في وجودها جدير بالثقة reliable؟ هل نقدر نفسر إزاي إحنا ككائنات مادية ممكن نوصل للاعتقاد في وجود كائنات غير مادية مجردة؟ بالتأكيد إحنا ما عندناش أي نوع من الاحتكاك أو التعامل مع أي كائن مجرد. لو من الصعب أو حتى المستحيل تفسير إزاي بنوصل لأن اعتقاداتنا الرياضية جديرة بالثقة، إذن في النهاية إحنا قدام لغز كبير. إزاي الرياضيين عادة ما بيكونوا صح في فرضياتهم الرياضية؟ أو يمكن يكون الموضوع كله صدفة بحتة. النتيجة المترتبة على السؤال ده إن لو مفيش تفسير ممكن لإزاي اعتقاداتنا الرياضية جديرة بالثقة، أو إن نظرياتنا الرياضية ما هياش مجرد نظريات مبنية على الغموض أو الصدفة، إذن لابد من الاعتراف بإن العملية اللي بنستخدمها في تكوين المعرفة الرياضية غير جديرة بالثقة، وبالتالي المعرفة الناشئة عنها هي كمان غير جديرة بالثقة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر توماس هوبر في ورقة بحثية بعنوان الجمل البريئة ونظرياتها الميتافيزيقية Innocent Statements and Their Metaphysically Loaded Counterparts نشرها سنة 2007، حاول يقدم مخرج لإشكالية إعادة الصياغة مع الكائنات المجردة. هوبر هيقدم الجمل دي كمثال لجدليته. 1. محمد بيحب كرة القدم. 2. إنه محمد الذي يحب كرة القدم. 3.
إنها كرة القدم التي يحبها محمد. هوبر اعتقد إن الثلاث جمل دول بيحملوا نفس المعلومات، لكنه اعتقد إنهم بيحملوا المعلومات دي بطرق مختلفة، لأن كل جملة ليها تركيز مختلف. علشان الفكرة توضح أكتر، فكر في السؤال ده: مين هو اللي بيحب كرة القدم؟ بالرغم من إن الجملة الثالثة بتحمل نفس المعلومة المطلوبة للإجابة على السؤال، إلا إنه يبدو إنها مش إجابة مناسبة للسؤال. ترتيب الكلمات في الجملة يبدو وكأنه بيركز على كرة القدم كمحور المعلومات اللي بتقدمها الجملة، وبالتالي يبدو إن الجملة الثالثة مناسبة أكتر للإجابة على سؤال إيه اللي بيحبه محمد. طيب ليه الفكرة دي مهمة؟ الجملة الاسمية الإسنادية subject predicate sentence عادة ما بنفكر في تركيبها على صورة شروط الحقيقة truth conditions. لأي جملة التركيب بيكون س يكون صاد، حيث س بتلزمنا بالاعتقاد الوجودي في كائن س، وصاد خاصية في س، وبالتالي الجملة عدد الأطفال 4 بتلزمنا بوجود كائن عدد الأطفال وخاصيته 4. لكن اللي قدمه هوبر في بحثه هو إن التركيب اللغوي للجملة أو صياغتها بيؤدي لأكتر من مجرد تكوين شروط الحقيقة، لكنه كمان بيركز على محاور للمعلومات في الجملة بشكل بارز. مثال تاني هوبر بيقدمه: حاول الإجابة على السؤال ده: أكلت إيه النهاردة على الغداء؟ الإجابة ممكن تكون عدد أرغفة العيش اللي أكلتها 2. إجابة غريبة مش كده؟ لكنها مش خاطئة. الإجابة المفروض تكون أنا أكلت رغيفين عيش. هوبر اعتقد إن الإجابة الأولى ما بتقدمش معلومات جديدة، لكن تركيب الجملة اللغوي اختلف. فلاسفة الأسمانية ممكن يستخدموا نفس الطريقة في الجدال، إن لما اشتقينا جملة 2 هو عدد القطط اللي عندي من جملة أنا عندي قطتين، إن مفيش معلومات وجودية جديدة في الجملة الأولى عن الجملة التانية. ببساطة الجملتين بيعبروا عن نفس المعلومات بس بتركيب لغوي مختلف مش أكتر. الحجة دي قوية جدا، لأن اللي ألزمنا بالاعتقاد في وجود الأرقام في البداية هو التركيب اللغوي للجمل، وبالتالي لو أقرينا إن التركيب اللغوي للجمل ما بيقدمش معلومات وجودية جديدة لكنه مجرد تعبير عن نفس المعلومات بصياغة مختلفة، يبقى إذن حجة الأفلاطونيين ضعفت وأصبح مفيش داعي للاعتقاد في وجود الكائنات المجردة. الفيلسوف والرياضي الإنجليزي ألان باكر حاول الاستجابة للتحدي ده في ورقتين بحثيتين. الأولى نشرها سنة 2005 بعنوان هل هناك تفسيرات رياضية حقيقية للظواهر الفيزيائية؟ Are there genuine mathematical explanations of physical phenomena؟ والتانية نشرها سنة 2009 بعنوان التفسير الرياضي في العلوم Mathematical explanation in science. باكر قدم الجدلية دي في أبحاثه: 1. إحنا ملزمين بالاعتقاد في وجود أي كائن بيلعب دور ضروري لا غنى عنه في أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة. 2. الكائنات الرياضية بتلعب دور ضروري لا غنى عنه في نظرياتنا العلمية. 3. وبالتالي لابد أن نعتقد وجوديا في وجود الكائنات الرياضية. لو واخد بالك الجدلية دي تطوير لجدلية ضرورية الكائنات الرياضية The Indispensability Argument. الفرق هنا إن الجدلية الأولى حاولت تنتقل من حقيقة المكون الرياضي في النظريات العلمية لفكرة وجود الكائنات الرياضية، وزي ما شفنا في مساحة منطقية لفلاسفة الأسمانية لردع الجدلية دي عن طريق إثبات إن الادعاءات الرياضية من الممكن إنها تكون صحيحة من غير ما ينطوي ده على وجود للكائنات الرياضية. لكن باكر هنا ما بيجادلش إن كانت الادعاءات الرياضية بتلعب دور أساسي أو ضروري في النظريات العلمية، لكنه بيجادل إنه لا غنى عنها بالمرة للنظريات العلمية، بمعنى إنها بتلعب دور تفسيري من غيرها ما نقدرش نفهم النظريات العلمية. لو مفيش ردع للفكرة دي هنصبح ملزمين بالاعتقاد في وجود الكائنات الرياضية. باكر اعتقد إن على الأقل في حالة علمية واحدة بتلعب فيها الكائنات الرياضية دور تفسيري، وهي دورة حياة حشرة السيكادا الدورية Periodic Cicada، الحشرة اللي فيه منها فصيلتين بيعيشوا في قارة أمريكا الشمالية. مدة دورة حياتهم 13 سنة و17 سنة تحت الأرض في صورة يرقة قبل ما يخرجوا كحشرات ناضجة لسطح الأرض. السؤال هنا ليه دورة حياة الحشرة دي عدد فردي Prime Number؟ الإجابة إن دورة الحياة الفردية دي
بتقلل من احتمالات تقاطع دورة حياة السيكادا مع دورات حياة كائنات تانية مفترسة. ومن هنا باكر بيدعي إن السيكادا في مرحلة ما في تاريخ تطورها كان من المفيد ليها إنها تعيش دورات حياة فردية. باكر اعتمد على مجموعة من الأبحاث البيولوجية اللي حاولت تفسير الدور الضروري والأساسي اللي بيلعبه الرقم الفردي لدورة حياة السيكادا في تفسير تطور الحشرة وطبيعتها البيولوجية. لو ما كانتش الرياضيات من المواضيع المفضلة بالنسبة لك في الماضي، خليني أحاول أفسر لك ليه فرضية عدد سنين حياة حشرة السيكادا بتلعب دور تفسيري. الرقم الفردي برايم نمبر هو الرقم القابل للقسمة بدون أي باقي على الرقم 1 أو على نفسه فقط، زي مثلا الرقم 2 3 5 7 13 17 إلى آخره. وهو ده نفسه السبب اللي بيخلينا نقدر نفسر ليه الخاصية دي مهمة لحشرة السيكادا في النجاة، لأن الكائنات المفترسة اللي دورة حياتها مختلفة مش هتظهر في نفس الوقت اللي بتعيش فيه السيكادا، وبالتالي بيكون عندها فرصة أكبر للحياة. أكيد دلوقتي أنت بقيت خبير في الطريقة اللي ممكن يستخدمها فلاسفة الأسمانية لردع الحجج والأمثلة اللي بتحاول تثبت وجود الكائنات الرياضية. غالبا فيلسوف الأسمانية هيحاول يستخدم طريقة إعادة الصياغة عشان يرد على الجدلية دي، لكن عبقرية المثال ده هو إن مفيش طريقة سهلة لإعادة صياغة فكرة الرقم الأولي. يعني لو فاكر من مثال يوجد قطتين، قدرنا نعيد صياغة الجملة دي باستخدام المنطق الإسنادي من الدرجة الأولى وفكرة الهوية لجملة يوجد س وصاد، حيث س وصاد قطط وس وصاد غير متطابقين. لكن تخيل جملة يوجد عدد فردي من القطط. إزاي ممكن نعمل إعادة صياغة للجملة دي؟ الصعوبة هنا زي ما باكر بيلفت نظرنا إن في عدد لا نهائي من الأعداد الأولية، وبالتالي إعادة صياغة الجملة مش هينتهي أبدا. يبدو إن جدلية الكائنات الضرورية المحسنة اللي قدمها باكر ومثال الأرقام الفردية أعاد فكرة الاعتقاد بوجود الكائنات الرياضية بقوة مرة تانية لساحة الجدال. فيلسوف الرياضيات الأمريكي المعاصر بول بينيكارف في ورقته البحثية المؤثرة والمثيرة للجدل الحقيقة الرياضية Mathematical Truth جادل إن خلال تحديد التأثيرات الوجودية Ontological Implications للرياضيات، الفرد بيكون محتار ما بين اتجاهين مختلفين مدفوع برغبتين متضادتين. يعني تخيل أي حقيقة رياضية، مثلا الرقم 2 رقم زوجي، من جانب الواحد عاوز يكون عنده معنى أو دلالة Semantics تعبر عن الحقيقة الرياضية دي، بمعنى شيء ما بيعبر عن معنى الفردية وإيه اللي بيخليها صحيحة. ومن جانب تاني الواحد عاوز يكون عنده نظرية معرفية معقولة Plausible Epistemology تعبر عن الحقيقة دي، بمعنى تاني شيء ما بيعبر عن إزاي بنعرف الحقيقة دي. بينيكارف جادل إن لما الفرد بيحقق دلالة قوية وجذابة للحقائق الرياضية بيصبح ملتزم بالقبول بنظرية معرفية غير جذابة على الإطلاق، ولو الفرد حاول إنه يحقق نظرية معرفية مقبولة للحقائق الرياضية بيصبح مضطر للقبول بنظرية دلالية غير مقبولة Semantic Theory، وبالتالي بيصبح الفرد قدام اختيار، والاختيار ده وثيق الارتباط بالاختيار ما بين الواقعية Realism والأسمانية Nominalism حول الكائنات الرياضية. الفكرة دي فلسفة ما وراء الطبيعة معروفة باسم إشكالية بينيكارف's Dilemma. هضرب لك مثال للتبسيط. فكر في الجملتين دول. 1. يوجد على الأقل 3 مدن كبيرة أقدم من مدينة نيويورك. 2. يوجد على الأقل 3 أرقام صحيحة أكبر من الرقم 17. يبدو من الجملتين إنهم بيتشاركوا في نفس الشكل المنطقي، ده غير إنهم جملتين صحيحتين. لكن يا ترى إيه اللي بيخلي الجملتين دول صح؟ لو استخدمنا طريقة كواين لتكتيب الجمل وتحويلها للغة المنطق من الدرجة الأولى First Order Logic، هنلاقي إن الجملتين بيلزمونا بوجود حقائق معينة. في الجملة الأولى بنصبح ملتزمين بالاعتقاد في وجود 3 مدن، وفي الجملة الثانية بنصبح ملتزمين بالاعتقاد في وجود 3 أرقام. ومن هنا بينيكارف بيستنتج إن لو عاوزين نلاقي مكان للحقائق الرياضية زي اللي موجودة في الجملة الثانية في نظرية دلالية معقولة Plausible Semantic Theory نقدر نستخدمها لفهم أكبر عدد من الادعاءات، أصبحنا ملزمين بالاعتقاد في الأفلاطونية Platonism أو الطبيعية Realism تجاه الكائنات الرياضية.
النظرية الدلالية المعقولة للكائنات الرياضية بتفرض علينا إنه ما يكونش عندنا نظرية معرفية معقولة للحقائق الرياضية، لأن بشكل عام الطريقة اللي بنقدر نعرف بيها عن وجود الأشياء في الواقع هو عن طريق الاحتكاك والتعامل معاها. يعني احنا عارفين إن في أكتر من 3 مدن في العالم أقدم من نيويورك، لأننا إما زرناهم، قرينا عنهم، أو سمعنا عنهم. كل الطرق دي في تحصيل المعرفة بتعتمد على استخدام نوع من الاحتكاك السببي causal interaction. بعض الحالات بيكون مباشر وبعضها بيكون غير مباشر. لكن لو الأفلاطونية أو الواقعية فكرة صحيحة، إذن الجمل الرياضية اللي بتحدد كمية من الكائنات الرياضية لابد إنها صحيحة. ولو في كائنات رياضية لابد إنها كائنات مش موجودة في المكان space أو الزمان time، وإلا كان من الممكن رؤيتها أو التفاعل معاها بشكل سببي زي باقي الموجودات. يبقى لو الكائنات دي فعلا موجودة لابد إنها زي ما أفلاطون اعتقد كائنات متعالية transcendental entities. نظرية معرفية للرياضيات An Epistemology of Mathematics تفسر إزاي بنوصل لمعرفة الحقيقة عن الرياضيات لابد إنها ما تعتمدش على تفاعلاتنا السببية مع الكائنات دي، اللي بيعتبر نظرية معرفية غير مقبولة. يا ترى دلوقتي إيه النظرية المعرفية المقبولة عن الموجودات الرياضية؟ بينكارف لاحظ إن في طريقة واعدة ممكن توصلنا لنظرية معرفية عن الحقائق الرياضية وتكون مقبولة. الفرد ممكن يجادل إننا بنوصل للحقائق الرياضية عن طريق إثباتها. المعرفة الرياضية ما بتتحققش نتيجة إن وجودنا متصل سببيا بشكل ما بمجموعة من الأشكال زي الأرقام الطبيعية أو المجموعات الجبرية، لكن بدل من كده بنركب بعض الجمل في نظام بيحتوي على مجموعة أساسية من البديهيات axiom أو المسلمات postulates، وبنشتق جمل أخرى باستخدام أساليب النظام الإثباتية. لو شفنا النظام المعرفي الرياضي بالشكل ده أصبحنا غير ملتزمين بالتعامل مع الجمل الرياضية على إنها بتمثل كائنات مستقلة عن العقل ذات وجود متعالي، لكنها مجرد جمل شروط الحقيقة فيها بتتحدد عن طريق الحقائق الاستنباطية. لكن لو ده فعلا حقيقي أصبح من غير الممكن الاعتقاد في نظرية دلالية للكائنات الرياضية زي اللي بنطبقها على باقي الكائنات، لأننا ساعتها مش هنقدر نفهم شروط الحقيقة في الجملة التانية إن في 3 أرقام على الأقل أكبر من الرقم 17، لأن الجملة التانية مش هتصبح ساعتها جملة بتشير لمجموعة من 3 أشياء، لكنها هتكون جملة عن إيه اللي ممكن إثباته في نظام رسمي formal system. ومن هنا بتنشأ الإشكالية اللي طرحها بينكارف، لأننا أصبحنا مجبرين عن التخلي عن النظرية الدلالية التقليدية The Standard Semantic Theory اللي بنستخدمها مع كل الكائنات في حالة الحقائق الرياضية، وأصبحنا مجبرين على تبني نظرية دلالية غير موحدة للتعامل مع لغتنا. أصبح عندنا نظرية للادعاءات الرياضية ونظرية تانية لباقي الادعاءات. مش بس كده، نتيجة النظرية الدلالية الرياضية يبدو إنها غير معقولة، لأن الوصول لمعرفة إن في 3 أرقام أكبر من 17 من الممكن تحقيقه عن طريق الإثبات، لكن مجرد إننا نقدر نثبته مش معناه إنه حقيقة. الإثبات شيء والحقيقة شيء تاني. الخيال الرياضي Mathematical Fictionalism هي الجدلية الأخيرة اللي هقدمها لك النهاردة. جدلية بيقدمها فلاسفة الأسمانية وبيشوفوا فيها إن كل الكلام والإدعاءات الرياضية خاطئة ومجرد خيال. الفكرة دي معروفة بالخيال الرياضي والحالات Mathematical Fictionalism and States. الجدلية بتقول إن كل الإدعاءات الرياضية خاطئة لكنها صحيحة طبقا لخيال الرياضيات. خليني أبسط لك الفكرة شوية. لو قلنا الحصان الطائر أبيض وعنده جناحين، الجملة دي بالتأكيد خاطئة لأن مفيش وجود للحصان الأبيض، لكنها صحيحة في عالم الأساطير والخيال الإغريقي. أو لو قلنا إن السيد أحمد عبد الجواد كان تاجر في حي بين القصرين، الجملة دي بكل تأكيد خاطئة لأن مفيش وجود للسيد أحمد عبد الجواد، لكنها في نفس الوقت صحيحة في عالم الثلاثية الخيالي اللي رسمه أديبنا الكبير نجيب محفوظ. لو طبقنا نفس الفكرة على الإدعاءات الرياضية، جملة 2 + 2 = 4 خاطئة لكنها صحيحة في عالم الرياضيات الخيالي. الجدلية دي بتساعدنا إننا نتخلص من ضرورة الاعتقاد في وجود الكائنات الرياضية، لأن كل المطلوب إننا نقول إن كل الإدعاءات الرياضية صحيحة وحقيقية طبقا لخيال الرياضيات. يعني لما مثلا بنقول
إن رقم ما أولي بنقصد إن طبقا لخيال الرياضيات يوجد أرقام قبل للقسمة بدون باقي فقط على الرقم 1 ونفسها. الجدلية دي ممكن استخدامها ضد جدلية الكائنات الضرورية المحسنة، ونقول إن فعلا في أعداد أولية وبتلعب دور تفسيري، لكنه مش دور تفسيري زي ما اعتقدنا. الدور التفسيري ده صحيح فقط في إطار خيال الرياضيات. يبدو وكأننا بنلف في دايرة مغلقة. بدأنا بإن في وجود لكائنات رياضية بناء على الحقائق الرياضية، وانتهينا بإن مفيش حقائق رياضية حقيقية، لكنها مجرد حقائق طبقا لخيال الرياضيات. لكن اللي خلانا نعتقد في البداية إن الحقائق الرياضية صحيحة هو إن مجال الرياضيات مجال بيتقدم بخطى ثابتة، وبيثبت على مر العصور إنه بيفسر الواقع بشكل دقيق وصحيح. ده غير إنه مرتبط بالعلم بشكل قوي ووثيق. العلم نفسه حقق نجاح ضخم وملحوظ عبر الزمن، وأثبت إنه مجال قادر على تفسير الواقع بدقة. بمعنى تاني، بسبب نجاح العلم والرياضيات عبر الزمن لابد إننا نعتقد في صحتهم. دلوقتي جدلية الخيال الرياضي بتقول لنا إن الرياضيات صح بس في إطار الخيال، الأمر اللي هيكون صعب على كتير مننا تصديقه. أنصار نظرية الخيال الرياضي هيجادلوا إن الرياضيات ما زالت أداة مفيدة بالرغم من إنها خاطئة وغير صحيحة إلا في الإطار الخيالي الرياضي. فيلسوف الأسمانية هيسأل إيه الدليل اللي عندنا على إن الرياضيات كانت ناجحة تاريخيا وبتأكد الحقيقة. فلاسفة الطبيعة أو الأفلاطونيين هيردوا لأنها كانت متناغمة ومتناسقة داخليا مع نفسها، ده غير إنها كانت مفيدة جدا لكل العلوم. اللي هيدفع فلاسفة الأسمانية إنهم يردوا ويقولوا كل اللي عندكم مجرد دليل على نجاح في الماضي، لكن مفيش حاجة تقدروا تثبتوا بيها إن طريق الرياضيات هيقود للحقيقة في المستقبل. الجدال كان وما زال دائر بين فلاسفة الأسمانية وفلاسفة الطبيعة إن كان في وجود للكائنات الرياضية، لكن لحد ما في طرف يرجح كفته على الطرف التاني هتفضل الرياضيات تحقق نجاح باهر بقوتها التفسيرية في النظريات العلمية وتطبيقاتها الغير محدودة في الطبيعة، سواء كان لها وجود أو لا. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من الفيلم الأمريكي الرائع عقل جميل A Beautiful Mind، اللي قام ببطولته النجم الأمريكي راسل كرو، واللي بيحكي قصة حياة الرياضي وعالم الاقتصاد الأمريكي جون ناش. الفيلم حصد مجموعة كبيرة من جوائز الأوسكار وحاز على إعجاب النقاد والجماهير. الفيلم بيعرض الصراع الميتافيزيقي اللي عاشه العبقري جون ناش ما بين الاعتقاد في وجود الكائنات المجردة زي الأرقام اللي أتقن لغتها وفك طلاسمها، أو التعامل معاها على إنها مجرد رموز حبر على ورق ملهاش أي وجود غير في عقله. ناش حالته اتطورت من مجرد الاعتقاد في الأرقام لتكوين شخصيات مجردة خيالية ملهاش وجود غير في خياله، لكنها حقيقة وواقع ملموس بالنسبة له. ناش ما قدرش يتخلص من الالتزام الوجودي اللي كونه عقله تجاه الشخصيات دي لحد لحظة موته، لكنه اختار انه يتجنبها عشان يقدر يعيش حياة طبيعية بين الناس. في خطاب تكريمه بعد حصوله على جائزة نوبل، ناش جادل في ماهية المنطق والعقل، ومين اللي يقول إن شيء ما عقلاني ولا لأ، وشاف إن سر العقل والمنطق كامن في معادلات الحب الغامضة. الحب الكائن المجرد اللي لمس وجوده في علاقته مع زوجته، حب حياته الوحيد. ودلوقتي فكر في الكائنات المجردة اللي بتتعامل معاها كل يوم، من الألوان للأشكال، السمات، الأرقام أو الفضائل زي الحب. يا ترى الكائنات دي ليها نوع من الوجود؟ حتى لو كان وجود متعالي خارج إطار المكان والزمان؟ ولا الكائنات دي مجرد وسائل للتعبير صاغتها عقولنا لفهم العالم المدرك؟ ويا ترى إيه هي طبيعة الأرقام؟ وإيه اللي بيديها قوتها التفسيرية اللي بتخلي العلم يستخدمها كأداة من أدوات صياغة الحقيقة العلمية؟ وإيه هو صانع الحقيقة اللي بيكسب الادعاءات الرياضية صحتها؟ ولو مفيش صانع حقيقة وراء الادعاءات الرياضية دي، هل هي فعلا مجرد محض خيال؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون كائن بوجود واحد وتجليات مختلفة، صراع داخلي بتعيشه كل لحظة في محاولة البحث عن طبيعتك.
عن هوية الكائنات، نظريات التركيب المكاني، قانون ليبنز، إشكالية الهوية وإشكالية الغموض الميتافيزيقي. هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.